يلا بينا مع بعض نعمل حاجة حلوة لولادنا بسيطة بسرعة كده، هتعجبهم كتير جدا، وكمان هياكلوا الفاكهة اللي هما بيحبوها بشكل هما هيتبسطوا بيه. لو دي أول مرة تشوفوني أنا أميرة بكري، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد بقدمه. جبنا الموز بتاعنا قسمناه نصين، هنحاول نجيب صوابع طويلة كده عشان هنقسمها نصين، وهندخل خافض اللسان ده كده بالراحة من تحت كده، وهنسيح الشوكولاتة بتاعتنا على حمام مائي، وهنبتدي بقى نغلف الموز بتاعنا بالشوكولاتة بالشكل ده، نعمل له كفر كده، وهنستنى ينصف كويس أوي من الشوكولاتة. ممكن نسيبه زي ما هو كده، وممكن نقلبها كده في سبرينكلز أو نديها رشة كده من السبرينكل زي ما انتوا شايفين كده. وممكن كمان ترشي كده رشة أي مكسرات عندك، ممكن تضيفيها في الشوكولاتة كده تقلبيها فيها، وممكن تغلفيها بره كده كمان بجوز الهند. وممكن تسيبيها زي ما هي كده زي ما انت حابة، بتبقى حلوة أوي. بعد ما بنخلص الكمية كلها بندخلها الفريزر، ماشي. هي بتتماسك، وعايزة اقولك ان الموز مش بيجمد خالص، بتطلعيه من الفريزر بيبقى يعني ساقع بس مش متجمد، وكمان ما بيسودش من جوه، يعني مش بيتأكسد كده، بيبقى لونه زي ما هو من جوه كده. اهم حاجة بعد ما تقشري تنزليه في الشوكولاتة على طول، علشان هو ما يغمقش منك قبل ما تدخليه، ما تحطي له الكفر بتاع الشوكولاته ده. بجد تحفه جدا وبسيطه خالص، والولاد هينبهروا بيها كمان. ولو لسه بتشوفوني ووصلتوا لحد هنا، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بقدمه. وما تنسوش لو انتوا بتشوفوني على الفيسبوك الفولو واللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.